الزمالك ده في نغمة كده شغالة على صفحات نادي الزمالك وبرامج. احنا هنمشي 6، هنمشي 8، هنجيب 9، هنودي 15. الفكرة كلها انت قبل ما تمشي انت هتجيب مين؟ السؤال بس المهم قبل انت ما تفكر تمشي 5 6 لعيبة، فكر الاول انت هتجيب مين. مين اللعيبة اللي في الدوري المصري تقدر تجيبها مكان اللي عندك او احسن من اللي عندك، وفي نفس الوقت الاجانب مين هتمشيه عشان تقدر تجيب احسن من اللي عندك. يعني في الدوري المصري لو انت عايز تجيب مدافع، في عندك واحد، في لعيب في فاركو محمود مرعي، في فيوتشر محمود رزق، في عبد الله بكري، في دول مثلا، دول اللي انا متذكرهم دلوقتي. في خط النص انت محتاج لعيب زي واحد زي مهند لاشين، لعيب زي محمد فتحي بتاع البنك الاهلي، واحد زي محمود حماده بتاع فاركو. محتاج خط الهجوم قدام، انت محتاج 3 4 لعيبه على الاقل، 3 4 لعيبه على الاقل. محتاج لعيب زي بتاع لعيب مصطفى زيكو بتاع حرس الحدود، ده لعيب كويس ممكن يجي منه. مش بكلمك اللعيبه دي تلعب اساسيه، انا بكلمك لعيبه انت ممكن تدعم بيها فريقك. تمام. في برضو محمد هلال، ده طبعا من اللعيبه اللي انا بحبها جدا وطريقه لعبه بتعجبني جدا. في انت محتاج برضو ترجع لعيبه خرجت من عندك، زي لعيب زي طارق علاء اللي بيلعب في سموحه خط نص. محتاج ترجع لعيب زي حمدي علاء اللي بيلعب خط نص في البنك الاهلي. محتاج ترجع لاعب زي اسامه فيصل، حسام اشرف، اللعيبه اللي كانت يعني عوامل اساسيه في فريقك المواسم اللي فاتت، لازم تبقى موجوده، لازم هي تشارك. لعيبه عندها روح، عندها حماس، عندها اصرار ان هي تلعب. انت محتاج باك يمين وباك شمال، ده حاجه لا مفر منها. ولو اني افضل لو انت مش عارف تجيب باك شمال كويس، انت بقى يعني تتمسك بعبد الله جمعه. عبد الله جمعه لعيب كويس بس هو دماغه مش مركزه في الكوره الفتره الحاليه، فمحتاج مدرب يحببه في الكوره، مش يحببه في الكوره، يلعبه كوره غصب عنه عشان يقدر يرجع المستوى، عشان يسند مع احمد فتوح. حاتم سكر انا شايف ان هو محتاج خبره كبيره جدا، لسه لعيب صغير، في حاجات كتير مش عارف يتعلمها، لسه هياخد وقت فيها عقبال ما يتعلمها اساسا. انت محتاج جناح قوي جدا يكون اجنبي عشان يقدر يسند معاك. لو انت هتمشي ابراهيم نضاي، عشان برضه الكلام يبقى واضح، ممكن ابراهيم نضاي ده في خلال 3 4 5 ماتشات اللي جايه تحاول تنين مجنح، ساعتها جماهير الزمالك تقول لك لا خليه. وفي نفس الوقت لو انت هتمشيه حتى بمستواه اذا كان كويس او وحش، لازم تشوف انت هتجيب منه احسن منه، هتجيب مين احسن منه. انت مش هتجيبه تجرب، لازم تجيب لعيب انت شفته وعارفه وواثق منه 100%. طبعا سامسون وسيف الجزيري، سامسون كده كده هيمشي. سيف الجزيري لو هتمشيه لازم تشوف المهاجم اللي انت هتجيبه افضل منه. انت مش ما تمشيش سيف الجزيري وبعد كده تيجي تدور مش لاقي مهاجمين، تروح تجيب اي حد، فيجي اي حد ده يقول يا ريتنا ما مشينا سيف الجزيري. هو ده اللي بيحصل كل سنه، ان انت بتمشي لعيبه انت مش مقتنع بيها، في حين ان انت لما بتجيب بدائل اقل منها. دي المشكله اللي بتواجهنا يا جماعه. في نفس الوقت انت ما عندكش مجلس اداره، ما فيش سيوله ماليه كافيه ان انت تحرك نفسك وتقدر تجيب لعيبه انت محتاجها في الفتره اللي جايه. اتمنى الناس تركز في حدود امكانياتها، ان هي لو هتجيب لعيبه تجيب لعيبه كويسه احسن من الموجوده، يا اما ما تجيبش. دور بقى بره، هات من افريقيا، هات لعيبه من امريكا الجنوبيه، هات لعيبه من اسيا. فكروا بره الصندوق شويه، بحيث ان انت تجيب لعيبه كويسه بمبالغ ماديه قليله، لان انت ما عندكش موارد ماديه كويسه تكفي ان انت تشتغل وتجيب صفقات اللي انت عاوزها واللي انت نفسك فيها. والحديث بقى على نغمه عودي بنا ايتها الايام الجميله، وان فرجاني ساسي يرجع، وامام عاشور يرجع، وطارق حامد يرجع، ومش عارف ايه. يعني ده مش هيحصل، يعني صعب ان هو يحصل، بالاضافه ان انا ما احبوش يعني اللعيبه. يعني طارق حامد تقريبا خلاص سنه ولا سنتين هيبطل كوره، فرجاني اساسي نفس القصه. في لعيبه كتير خلاص الكوره هي خلاص خدت من، يعني خدوا من الكوره كل حاجه، وفي نفس الوقت ادوا الكوره كل حاجه، مش هتاخد منهم. انت عايز لعيبه صغيره في السن، عندها الطموح، عندها الشغف، عندها الاصرار والعزيمه ان هي عايزه تاخد بطولات، عندها تعطش البطولات بمعنى اصح، عايز تعمل اسم ليها. مش لعيبه خلاص عملت اسمها فمش محتاجه ان هي تكافح ولا تأدي، لعيبه جايه تاخد مرتبات وخلاص. فانا ضد الفكره دي تماما. اتمنى التوفيق نادي الزمالك ويخرج من الظروف الصعبه اللي هو فيها دي.